الدوري المصري ممتع، والدوري المصري هو اقوى وافضل دوري في العالم. ما تناقشنيش ليه؟ لان موجود فيه نادي اسمه نادي الزمالك. نادي الزمالك داخل الموسم بيفرح كل الناس، بيفرح 80% من الشعب المصري بان هو نازل يوزع هدايا ونقط على كل المنافسين. الزمالك مش بس علشان يتعادل او مش بس عشان ضحكني النهارده وان هو ما عملش تقريبا هجمه خطره على الاتحاد السكندري، ولكن الزمالك حرفيا الاتحاد السكندري كان ماسكه غسيل ومكوى. نادي الاتحاد ماسك الزمالك غسيل ومكوى، واخد الزمالك رايح جاي، وكان ممكن يقدر يحرز هدف ويكسب ويتعادل. بس هنا تعالى ليه انا بضحك لنادي الزمالك؟ كل الناس متوقعه له انه موسم كارثي السنه دي، لانه ما عملش صفقات، ما عملش تدعيمات، حتى اللعيبه اللي عنده الكواليتي بتاعها ضعيف او متوسط، بلاش كلمه ضعيف. علشان كده نادي الزمالك بيخسر نقطتين في اول جوله في بطوله الدوري، ونادي الزمالك عنده مشاكل بالكوم، والاتحاد السكندري بياخد بونت من نادي الزمالك في ابتدائي الدوري. هتحط الاتحاد السكندري في مكان كويس، هتدي للعيبه بتاعته معنويات مرتفعه يقدر يكمل. وكمان ان انت تبتدي الدوري امام الزمالك وتتعادل، اعتقد ان ده المكسب الكبير والرئيسي للاتحاد السكندري بعد تعادله امام نادي الزمالك. علشان كده مباراه هارد لك. انا بشوف ان هارد لك الاتحاد السكندري لانه كان يستحق يكسب، عمل جيم افضل مع نادي الزمالك. نادي الزمالك تحس ان هو تايه، مش عارف يعمل ميس باص، مش عارف يستلم، مش عارف يوصل للجون بصعوبه جدا. مفيش الا كوره شيكوبانزا، والدقيقه 94 عمر جابر راح للحكم بيقول له يا كابتن الوقت. يا حبيبي انت 94 دقيقه مش عارف تشوف الجون، هتجيب جون في اخر ثانيه؟ الله يكون في عون جماهير الزمالك، ومبروك للاتحاد السكندري على البدايه الكويسه، وهارد لك لنادي الزمالك.